أحادي الجانب من منطقة الجرجارات قرب الحدود مع موريتانيا في جنوب غرب الصحراء الغربية، وذلك التزاما بتوصيات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس. مع ضيفي مشاهدينا الكرام في الاستوديو سيد يونس مجاهد، الناطق الرسمي باسم حزب الاتحاد الاشتراكي المغربي. سيد يونس مجاهد، أهلا بك ومرحبا، شكرا جزيلا على تلبية الدعوة. شكرا لك. مرحبا بك ورحب أنا وأنت سيد يونس مجاهد بضيفي في الجانب المقابل في الاستوديو دائما مشاهدينا الكرام السيد أبي بشرايا البشير، ممثل جبهة البوليساريو بفرنسا. أهلا بك ومرحبا، شكرا جزيلا لك أيضا على قبول هذه الدعوة. شكرا. وسؤالي الرئيسي: ما تعليقكما على قرار المغرب سحب قواته من منطقة عازلة تراقبها الأمم المتحدة في الصحراء الغربية المتنازع عليها بعد أزمة منذ شهور مع قوات جبهة البوليساريو؟ حتى ندخل في صلب الموضوع مباشرة، أحيل السؤال لضيفي سيد أبي بشرايا البشير، ممثل جبهة البوليساريو بفرنسا. أهلا بك من جديد، تعليقك على هذا الانسحاب المغربي أحادي الجانب؟ لا، بالنسبة لنا يعني قرار المغرب بالانسحاب بشكل أحادي من منطقة الجرجرات يدخل في إطار يجب في البداية أن نعرف من اتخذ قرار خرق وقف إطلاق النار يوم 11 غشت 2011 والخروج بآلياته وجنوده العسكريين خلافا لمقتضيات البند الأول من اتفاق وقف إطلاق النار. كان المغرب، وقد انتظرنا الأمم المتحدة مدة 17 يوما من أجل إرجاع المغرب إلى الصواب وإجباره على احترام وقف إطلاق النار، لكنه رفض، مما دفع البوليساريو إلى نشر قواتها واتخاذ قرار بإيقاف الطريق الذي يشكل انتهاكا لمقتضيات الطريق المعبد لمقتضيات وقف إطلاق النار، لأنه مقتضيات وقف إطلاق النار تقول بأنه لا يجب إحداث أي تغيير في الوضع القائم عشية توقيع على وقف إطلاق النار. قرار الانسحاب اليوم، قرار الانسحاب بالنسبة لنا يتخذه المغرب أيضا بشكل أحادي، يعني وفقا لأجندة تعني المغرب، وبالنسبة لنا يعتبر لا حدث بامتياز، لأن القرار الذي كان ينتظره الشعب الصحراوي وتنتظره المجموعة الدولية، خاصة بعد مصادقة المغرب على الميثاق التأسيسي للاتحاد الإفريقي وما يتعلق منه بنقطة الحدود الموروثة عن الاستعمار، كان هو التقهقر إلى الوراء بمئات الكيلومترات والانسحاب والالتزام بالحدود الموروثة عن الاستعمار. ما معنى لا حدث حتى أفهم منك، خاصة وأنكم وصفتم في جبهة البوليساريو هذا القرار بأنه ذر للرماد في العيون؟ ما المقصود بهذا الأمر؟ ذر الرماد في الأعين لأنه يحاول تقديم مسألة التراجع لبضع أمتار في الجرجرات كما لو كان تنازلا كبير، في حين أن الجرجرات لا تشكل إلا تجلي بسيط من أزمة أعمق تتعلق برفض يعني عرقلة المغرب لمسار التسوية السلمية في الصحراء الغربية. سيد يونس مجاهد، الناطق الرسمي باسم حزب الاتحاد الاشتراكي المغربي، ضيف يرى في هذا الانسحاب ضرا وجبهة البوليساريو للرماد في العيون، كونه يشمل بضعة مئات الأمتار فقط أو أقل ولا حدث يصفه. لابد أن أصحح بعض المعطيات فيما يتعلق بتدخل المغرب في هذه المنطقة. هو تم بإعلام الأمم المتحدة، لأن المنطقة كما تعرفون كانت تسمى كندهار، بمعنى كانت منطقة تهريب من جميع الأنواع، وكانت هناك مسارب لا يمكن نهائيا أن تراقب. فالمغرب عندما دخل ليعبد الطريق وليطهر هذه المنطقة وينظفها لصالح الجميع، بمعنى أنه هدفه هو أولا الأمن والاستقرار، والهدف الثاني هو تعبيد الطريق للتجارة وللأعمال التجارية. جيد، هذا ردك على سيد أبي بشرايا البشير. تدخل المغرب تم بإعلام الأمم المتحدة ولم يكن تدخل عسكريا، لأن الجهات التي تدخلت لم تكن عسكرية، كان هدفها هو البناء. هذا استنتجته الأمم المتحدة، هذا بإعلام الأمم المتحدة. ماذا حصل من بعد أن جاءت جبهة البوليساريو بقواتها؟ طلب المغرب رسميا من الأمين العام للأمم المتحدة توضيح الوضع القانوني والعسكري في المنطقة، فكان جوابه واضحا: هذه منطقة عازلة ينبغي أن تنسحب منها كل القوات، وأن لا يتم عرقلة كل الأعمال التجارية بمعنى مرور الشحن. وهذا أكد عليه حتى ستيفان دوغاريك الممثل متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة. الآن أجب. ضر الرماد في العيون، هناك أولا تحية لهذا الموقف من طرف الأمم المتحدة،
من طرف فرنسا، من طرف أمريكا، من طرف إسبانيا، من طرف الاتحاد الأوروبي، بمعنى أنه لا يمكن أن نستسهل ما حصل أو نستصغر ما حصل أو نستبلد الآخرين، لأن موقف المغرب كان هو نحو السلم ونحو الاستقرار ونحو تجنب الاستفزاز، لأن هذا هو ما تريده جبهة البوليزاريو عندما ترفض الآن قرار الأمين العام للأمم المتحدة. وتحديدا سأطرح سؤالي في هذا السياق. ضيفي يقول أن انسحاب المغرب بناء على توصيات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس هو لتهدئة حدة التوتر. يقول التوتر الذي تدفع نحوه جبهة البوليساريو. الأمين العام كان طلب أيضا من كلا الطرفين الانسحاب من هذه المنطقة العازلة، وجبهة البوليساريو لم تنسحب وفق معلوماتي حتى هذه اللحظة. ما السبب سيد بشرى البشير؟ قبل أن أجيب عن السؤال دعني أوضح مسألة تتعلق بالحجة التي يأتي بها الطرف المغربي أثناء خروجه، أثناء خرقه لوقف إطلاق النار غشت، تطهير المنطقة والمشاكل الأمنية إلى آخره. هناك اتفاق لوقف إطلاق النار. لو أرادت البوليزاريو أن تمارس عملية تطهير حقيقية لقامت بمهاجمة جميع نقاط الجدار المغربي من أجل إيقاف المتاجرة بشكل ممنهج التي يقوم بها كبار الضباط المغاربة على طول الحزام بالمخدرات. هناك اتفاق. هل لديكم سيد اسمح لي فقط يعني سيد بشرى لا لأنه اتهامات أنا فقط تعطيك حتى أضع سيد بشرى هذه اتهامات خطيرة. الحجج قدموها للأمم المتحدة. أنا سأجيبها. لا أنا سأجيب. لا سيد نحن لا نقبل بأي اتهامات من هذا الأمر، لأن هذه الاتهامات إذا كانت دعني أمارس صلاحياتي لو سمحت. للأمم المتحدة. سيد يونس مجاهد أرجوك دعني أمارس صلاحياتي هنا. يعني أرجوك سيد بشرى البشير، يعني اتهامات خطيرة ولا نحن هنا لا نلقي بأي اتهامات جزافا. أرجو منك إن كانت لديك لا ألقي اتهامات جزافا. لا اسمح لي دقيقة. اتهامات خطيرة جدا. نحن دعونا الأمم المتحدة وشاركت الأمم المتحدة في عملية إتلاف لأطنان من المخدرات التي تم توقيفها على طول الجدار. الجدار منطقة عسكرية مغلقة بالأرقام. حتى الآن لم يصدر أي استنتاج أو أي قرار من الأمم المتحدة يذهب في سياق ما قلته. وأنا أرجوك حتى نحافظ على هدوئنا في هذه الحلقة أن لا نلقي بالاتهامات جزافا، والأمر حتى بالنسبة لسيد يونس مجاهد حتى نكون في صلب الموضوع حتى يفهمنا من يشاهده. فيما يخص موضوع التهدئة المطلوبة من المغرب. لا أجبني على سؤالي. أنا سألتك طلب السيد أنطونيو غوتيريس موجه لكلا الطرفين على اعتبار أنه لدي وفق تقرير سري للأمم المتحدة أن اختراق وقف إطلاق النار يتحمله الطرفان، وأنت على اطلاع أكيد على هذا التقرير. الآن سؤالي لما لم تنسحب جبهة البوليساريو؟ من بادر بخرق وقف إطلاق النار كان المغرب يوم 11 غشت، والبوليزاريو لم تدخل إلى المنطقة بشكل مباشر إلا يوم 27 غشت. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية البوليزاريو اعتبرت وثيقة سرية لمجلس الأمن الدولي أن طرفي النزاع انتهكا وقف إطلاق النار، والأمم المتحدة تحذر من مخاطر الانزلاق العسكري. أنا قلت لك من بادر بوقف إطلاق النار. البوليزاريو عملت رد فعل سيادي في ممارسة رد فعل مطلوب منها في تلك اللحظة من أجل إيقاف الطريق. الآن يتم التحدث عن التهدئة المطلوبة من المغرب. أولا هو السماح بتنظيم استفتاء تقرير المصير. لم تجبني على سؤالي سيد بشرى. لا ليست الأمور كذلك. أرجوك أجبني على سؤالي. لما لم تنسحب جبهة البوليساريو؟ لم ننسحب من منطقة الجرجرات لأننا نريد أن يتم التعامل مع الموضوع في إطار كلي وعدم اختزال مسألة النزاع ومهمة الأمم المتحدة الرامية إلى استفتاء تقرير المصير في قضية الجرجرات التي لا تشكل إلا تجلي بسيط من الموضوع. كلام منطقي سيد يونس. دقيقة واحدة. التهدئة المطلوبة من المغرب هو السماح بعودة المكون المدني المينورسو الذي طالب به قرار مجلس الأمن الدولي شهر 4 الماضي، والسماح بتنظيم استفتاء تقرير المصير ومسألة حقوق الإنسان. سيد أبي بشرى البشير يقول تأخذ نفس الوقت كما أخذه حتى أكون منصفا معكما. يقول ضيفي لا يمكن. جبهة البوليساريو لم تنسحب لأنها لا ترغب في اختزال الأزمة في منطقة الجرجرات لوحدها، ويقول إن كان المغرب يرغب في هذه التهدئة فعلى عناصر المينورسو أن تعود لممارسة عملها كما يطالب بذلك وتطالب بذلك الأمم المتحدة بالإضافة إلى مسار التفاوض. الآن لنكون واضحين، المشكلة الآن هي بين البوليزاريو وبين الأمم المتحدة والأمانة العامة. بعد رفض الانسحاب طبعا
هناك موقف واضح من طرف الأمانة العامة للدفع بانسحاب جميع القوات وعلى البوليزاريو أن تنسحب. أما أن تقول بأن هذا قرار سيادي، الآن موقف الأمم المتحدة واضح، هذه منطقة عازلة، هما يريدون أن يقول على أنها منطقة محررة لذلك يقول قرار سيادي. ليس هناك في الأمم المتحدة أي منطوق أو كلام أو وثيقة بأن هذه منطقة سيادية للبوليزاريو أو منطقة محررة كما يدعون، وهذا هو الذي نرفز البوليزاريو، إذ صدر موقف واضح من الأمين العام للأمم المتحدة أن هذه منطقة عازلة، وما يسري على كل المناطق العازلة الأخرى التي يسمونها الأراضي المحررة، والتي لا توجد إلا في الخطاب الدعائي. بمعنى لا تتفهم حجته حين يقول لا نرغب في اختزال الأمر في منطقة الجرجرات ونرغب في حل شامل. موضوع الحل الشامل، الموقف المغرب طرحه بوضوح، وهو موضوع مفاوضات في الأمم المتحدة، ولا يمكن أن نخلق المشاكل والتوتر وعندما تتدخل الأمم المتحدة وتقول ينبغي أن تلتزموا بالقوانين وبوقف إطلاق النار وبالقرارات الأممية، نقول ينبغي الحل الشامل. أعتقد أن هذا هروب من الجواب على المشكل الحقيقي، لأن ما نرفز البوليزاريو أكثر هو النجاح الكبير الذي حققه المغرب في إفريقيا. لذلك الآن هناك محاولات للاستفزاز، للدخول في مناوشات، ليظهر المغرب وكأنه يدخل في مناوشات عسكرية، علما على أنه هذه المنطقة لا يمكن الدفاع عنها عسكريا من طرف البوليزاريو. ولكن المغرب يلتزم بالسلم، يلتزم بمواقف الأمم المتحدة، ولا يريد نهائيا أن يذهب في هذا الاستفزاز. اسمح لي أتوقف عند نقطة محاولات الاستفزاز وأطرح عليك السؤال سيد بشراي البشير. تم تأشيرة فيديو لعلك طلعت على ما تظهر قوات البوليساريو تتجول فوق الطريق الذي قام المغرب بتعبيده. لك أن تقول لي إن كانت هذه الأشرطة الفيديو هذه لها ما يكفي من المصداقية في منطقة الجرجرات في غياب كل عناصر بعثة المينورسو، حتى تم رفع العلم في منطقة قيل إنها منطقة الجويرة أيضا. وضيفي يتحدث عن استفزازات الآن، ولعل المغرب رفع الأمر حتى الأمين العام خلال المكالمة الهاتفية ما بين الملك محمد السادس والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس. بقراركم هذا عدم الانسحاب من هذه المنطقة العازلة، ألا تعزل جبهة البوليساريو نفسها في محاولتها ربما كما وصفها ضيفي لاستفزاز المغرب؟ لا، أولا فيما يتعلق بالوضع القانوني للإقليم، الصحراء الغربية بلد محتل. هذا لا تقوله الأمم المتحدة، هذا في دعايتكم. هل هناك وثيقة للأمم المتحدة تقول القرار 37 للجمعية العامة؟ في دبي حتى نكون يعني كلنا مطلعون، هي منطقة متنازع عليها الآن ولم تفصل الأمم المتحدة بشأنها. الصحراء الغربية لا أنا أستخدم هذا ليس كلام البوليزاريو. الصحراء الغربية مدرجة على لائحة الأقاليم بصدد عملية تصفية الاستعمار، ولهذا توجد الأمم المتحدة، ولهذا توجد. تعرف أن موضوع تصفية الاستعمار جاء بطلب من المغرب في الستينات، ولهذا توجد الأمم المتحدة في الصحراء الغربية. هذا موضوع لم تكن حتى لا ربما نلعب على بعض المصطلحات والمفاهيم. هي منطقة الوضع الحالي الأمم المتحدة لا تقول بأنها منطقة. يا أخي بان كيمون العام الماضي قال أن المغرب قوة محتلة، الأمين العام للأمم المتحدة. سيد هذا نموذج سيء. بشراي أرجوك، يعني حتى هي منطقة متنازع عليها، نتقيد بهذا الأمر ونواصل حتى لا نضيع عن صلب الموضوع، لأن يهمني معرفة رأيك. يعني عدم الانسحاب ألا يضع جبهة البوليساريو في عزلة في الوقت الذي تبحث فيه جبهة البوليساريو أكثر شيء لا ترغب فيه أن تجد نفسها اليوم في عزلة، خاصة بعد عودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي؟ لا بالعكس، نحن ما ننادي به يا سيد الكريم، مهمة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية ليست هي الحفاظ على الأمر الاستعماري الواقع في الصحراء الغربية، إنما تنظيم استفتاء تقرير المصير وتسوية النزاع في الصحراء الغربية. هذه هي المهمة الأولى في الأمم يعني بهذا ترغبون في الضغط على الأمم المتحدة في هذا السياق بعدم الانسحاب؟ لا، أود أن أفهم. مسألة الانسحاب بالنسبة لنا مسألة جزئية، هناك مسار بكله يعرقله المغرب. جزئية بمعنى أنها مسألة ثانوية لا يمكن التعامل معها بمفردها. هذه هي أجندة المغرب، أن يتم التعامل مع موضوع معبر الجرجرات كما لو كان معزولا عن مسار التفاوض الذي يعرقله المغرب منذ مارس 2012، عن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة الذي منع من زيارة
الصحراء الغربية، عن استفتاء تقرير المصير الموقف، عن الاعتراض على احترام حقوق الإنسان في الإقليم كما تطالب بذلك جميع المنظمات الحقوقية الدولية. ولكن الأهم من كل هذا هو أن المغرب يواصل عملية استغلال لا شرعي للثروات الطبيعية في الصحراء الغربية، كما أكد على ذلك قرار المحكمة العليا الأوروبية يوم 21 ديسمبر. والمعبر بالنسبة لنا، المعبر في حد ذاته غير قانوني ويشكل خرق لوقف إطلاق النار، لأنه حين وقع وقف إطلاق النار 6 سبتمبر 1991 لم يكن هناك معبر لا معبد ولا غير معبد، وبالتالي نحن بالتأكيد مع الاندماج الجهوي، مع الاندماج المغاربي، ولكن على أساس لستم مع قرار الأمم المتحدة والتعاون الاقتصادي وتوصيات الأمين العام للأمم المتحدة. يا أخي أنا أتحدث لك عن قرار مجلس الأمن الدولي الذي يطالب المغرب بالسماح لعودة المكون المدني والسماح بإطلاق المفاوضات، ويرفضه المغرب، وأنت تتحدث لي عن تصريح صحفي للناطق الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة. هذا قرار لمجلس الأمن الدولي، المغرب يرفضه ويعرقله. يقول أن الأمر لا يعد أن يكون تصريحا صحفيا للناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ولعل جبهة البوليساريو غير ملزمة بهذا الانسحاب لأن رؤيتها، ولكنه غير كافي. نرحب ولكن غير كافي. هذا ما ليس هو المطلوب، ليس هو المطلوب. هو يصر على ضرورة أن تكون هذه المقاربة شاملة، لا يتم اختزال الأمر في منطقة عازلة فقط، لأن الأمر أكبر من ذلك. أولا لنكون واضحين، إذا كان الأمر يتعلق بتصريح صحفي فأنا لا أفهم لماذا رحبت إسبانيا وأمريكا وفرنسا والاتحاد الأوروبي بهذا الموقف واعتبرته بأنه ملزم للبوليساريو. أظن بأن هناك نوع من استبلاد في طريق التهدئة، إذن في طريق التهدئة، وهذا نحن والتخفيف من حدة التوتر في المنطقة التي بلغت أشدها. سأعود إلى بعض الأشياء المهمة. عندما يتحدث الضيف عن موضوع الوضع الاستعماري، أنا أقول له بأنه هذا مجرد دعاية، كما هي مسألة الاحتلال. كما قلت وتفضلت، المنطقة فيها نزاع، بمعنى أنها منطقة متنازع عليها. الغريب في الأمر هو أن جبهة البوليساريو التي تطالب بتقرير المصير أعلنت الجمهورية الصحراوية، ولنفترض جدلا أن هناك شعب صحراوي فهي صادرت حقه قبل أي شيء. قل لي من صوت على ما يسمى برئيس الجمهورية الصحراوية؟ هل هناك انتخابات؟ حتى لا نحيد عن صلب الموضوع. لا، هذا هو الموضوع. أنا مسألتي الآن المهمة هي مسألة الانسحاب من منطقة الجرجرات، لأنه أنا لا أرد على بعض الأشياء، لا أرد على بعض تخفيف حدة التوتر الذي بلغ أشده في المنطقة، والكل يخشى. حتى أنا صحيفة نيويورك تايمز عنونت الشهر الماضي عن الحرب المقبلة في شمال أفريقيا بحديثها عما يحدث ما بين جبهة بسبب توقيف المغرب. بسبب فكرته. أعطيك الكلمة سيد أبي بشرى. أنا أقول بأن الوضع في الصحراء هو وضع عادي جدا، هي من المناطق الأكثر أمانا في العالم، لا يحصل فيها أي شيء. هناك دعاية فقط. كيف الاحتقان على أشده وبضعة أمتار فقط في مثلا على منطقة الجرجرات؟ لا، في الجرجرات. أنا أتحدث عن مدن الصحراء، أنا أتحدث عن الوضع. أنا تهمني المناطق التي يمكن أن ينشب منها. هذه منطقة تجري فيها، سأتي إلى المنظمات الحقوقية. ماذا تقول؟ هذه منطقة فيها انتخابات، فيها مجالس منتخبة، فيها برلمانيين. جميع الدول الاستعمارية نظمت انتخابات في البلدان التي كانت تستعمرها. هذا ليس جديد. صحراويون منتخبون. أعطوهم حق الاستفتاء ويقررون مصيرهم بشكل. ارجع لتقارير أمنستي، لتقارير منظمة العفو الدولية حول تندوف، يمكن أن تنقر في الإنترنت وسترى ماذا تقول عن آخر من يجبني عن هذه المقاربة الشاملة. آخر من يحق له الحديث عن إبراهيم غالي هو المغرب، هو زعيم البوليساريو، وجهت له تهمة في إسبانيا من طرف نتحدث من شخص إسبانيا بتهم خطيرة حول التعذيب. لا ينبغي لأنه تحدث عن حقوق الإنسان ولا بد أن أرد عليه. يا أخي، وجهت له تهمة خطيرة في إسبانيا من طرف المحكمة الإسبانية بخطيرة الإبادة والاختفاء القسري إلى آخره، وهو مجموعة من مسؤولي البوليساريو. نعود للجرجرات باختصار حتى أوفي حقه أيضا. أعود للجرجرات، أقول بأن الآن الذي هو في وضع حرج وصعب هو البوليساريو، لأنه في مواجهة الأمم المتحدة والبلدان الأخرى. جيد.
أطرح عليك السؤال سيد أبي بشراي، هل فعلا اليوم جبهة البوليساريو دونا عنها تضع نفسها في مواجهة مع المجتمع الدولي، في مواجهة مع الأمم المتحدة برفضها قرار الانسحاب في مسألة كما وصفتها أنت بثانوية وجزئية؟ هذا أولا في الوقت الذي ربما تدق فيه جبهة البوليساريو طبول الحرب. وهنا أعود لتصريحات نسبت لممثلة جبهة البوليساريو بإسبانيا التي هددت المغرب بالحرب في حال فشل طرفا النزاع حول الصحراء في التوصل إلى حل سلمي عبر وضع جدول زمني لتنظيم استفتاء تقرير المصير، فإن الجبهة ستلجأ إلى اختيار إعلان الحرب ضد المملكة المغربية. يا أستاذ حكيم، نحن لسنا في مواجهة مع أي كان. نحن ما نقوله بأن الوصفات المهدئة بشكل مؤقت من أجل معالجة أوضاع جزئية لم تعد تقدم ولا تؤخر. مسكنات لم تعد تقدم ولا تؤخر، ظرفية، ويجب التوجه إلى علاج المرض الذي أوقف التسوية، والذي هو اعتراض المغرب بشكل جوهري على تنظيم استفتاء تقرير المصير الذي هو الهدف النهائي للتسوية. من يوجد في وضع صعب هو المغرب، الذي يوجد في مواجهة مع الأمم المتحدة بسبب طرده لجزء كبير من يعني الأخطر إنه يتدخل في مهام تعود إلى مجلس الأمن الدولي، تغيير تركيبة منظمة حفظ السلام تابعة للأمم المتحدة. يتدخل المغرب في ذلك ويطرد ويوجد في مواجهة مع مجلس الأمن الدولي. المغرب هو من يوجد في وضع حرج الآن بسبب إصرار أوروبا على تطبيق مقتضيات قرار المحكمة العليا الأوروبية والقاضي بعدم التعامل مع المغرب في المنتجات التي القادمة من الصحراء الغربية، لأنه بلد محتل وغير تابع للمغرب. المغرب هو من يوجد في وضع حرج لأن لجنة الأمم المتحدة المكلفة بمناهضة التعذيب أدانت المغرب في قرار يوم 14 ديسمبر 2016 العام الماضي بممارسته التعذيب ضد المعتقلين السياسيين الصحراويين. المغرب هو من يخاف إرادة الشعب الصحراوي، هو من يخاف يوم واحد من الديمقراطية يصوت فيها الشعب الصحراوي على مستقبله بكل حرية وديمقراطية. كلمة الختام لأن الوقت دهمنا ستكون لك سيد يونس مجاهد، فقط حتى أوضح نقطة هامة أود أن أتوقف عنها حين قال أن الوضع الحالي سواء كان من المجموعة الدولية أو من المغرب أو من جبهة البوليساريو أو من حتى دول الجوار لا يحتاج كما قال إلى مسكنات ظرفية، بل يحتاج إلى حل جذري، وهذا ما تدعو إليه جبهة البوليساريو تبرر عدم انسحابها. وما دعا إليه المغرب إجابتك تفضل. نظرية الاستفتاء فشلت في أرض الواقع، والمغرب قبل الاستفتاء ودخل في تحديد الهوية لمدة سنوات، ولكن تبين على أنه الأمم المتحدة فشلت. لا اتركني الأمم المتحدة هي التي فشلت في تنظيم الاستفتاء وليس المغرب. لذلك المغرب اقترح حل الحكم الذاتي الذي أصبح مقبولا من عدد كبير من الدول. منذ 10 أتحدث الآن أنت تقاطعني حتى لا أصل إلى المشاهد. أنت تقاطعني. بالنسبة للاتحاد الأوروبي تحيله على مكتب محاربة الغش التابع للاتحاد الأوروبي، والذي ثبت لديه أن هناك تحويل للمساعدات الإنسانية التي تقدم لتندوف يتم سرقتها من طرف البوليساريو. لا اتركني، بأن هذه ادعاءات لا أساس لها. هذا كلام أنت تريد أن تقاطعني حتى لا أتحدث. هذا كلام المفروض أقول على أن هناك تقارير رسمية. سيد بشرى يعطيك الوقت. تقارير رسمية تقول بأن هناك تحويل وسرقة المساعدات الإنسانية. أنا ما يهمني أقول على مستوى حقوق الإنسان. راجع كل المنظمات الحقوقية وخاصة أمنيستي انترناسيونال ماذا تقول. وأقول أكثر من ذلك، عدد كبير من العائدين من البوليساريو إلى المغرب الآن لديهم حجج ووثائق خطيرة ومنهم قياديين. ماذا تقول عن القياديين؟ المهم أن الطرفين تعرف أن قياديين عادوا للمغرب مثل أيوب الحبيب. هؤلاء انتهى الوقت. لكن الشعب الصحراوي باق يقوم بها الجزائر عن طريق أشكركما. البوليساريو. انتهى الوقت. أشكركما. سيد يونس مجاهد، سيد أبي بشراي، انتهى الوقت. شكرا جزيلا لكما على كل نقطة. الهام أنه ثمة توافق
على الطريقة، ولكن كما كان يقول ضيفي سيد يونس مجاهد الأمم المتحدة فشلت في انتظار الخطوة المقبلة من الأمم المتحدة. أشكركم جزيل الشكر سيد أبي بشراي البشير ممثل جبهة البوليساريو بفرنسا، شكرا جزيلا لك. وسيد يونس مجاهد الناطق الرسمي باسم حزب الاتحاد الاشتراكي المغربي، شكرا جزيلا لك أيضا. كنتما معنا في فقرة وجها لوجه. في عمق الحدث المغاربي الآن، قانون جديد يمنع